السلام عليكم. النهارده بقى عاملين شوية قرص كده فلاحي طرية من بتاعة زمان، تستاهل بقكم. لو اول مرة تشوفي قناتي، لايك حلو كده منك وشير واشتراك تشجيع للقناة. تعالي بقى نشوف المقادير. معايا كيلو من الدقيق، هضيف عليهم 3 معالق كبار من السمسم، هيديها طعم حلو وشكل كمان. شوية ملح صغيرين، وهديهم كده تقليبة وهركنهم على جنب. طبق فاضي حطيت فيه علبتين 2 من الزبادي، لو عندك لبن رايب هيكون اجمل واحسن. بنفس العلبة بتاعة الزبادي حطيت كده برضو علبتين من اللبن. مليت العلبة سكر وحطيتها هي كمان. معايا كيس من الخميرة، وهديهم بقى كده تقليبة. هفك الزبادي مع اللبن مع الخميرة اللي احنا حطيناها. كان في معلقة كمان كبيرة من الخل بس ما تصورتش. بالنسبة للسكر اللي احنا حطيناه الكمية بتاعته مناسبة، هم حوالي من 6 ل7 معالق كبار من السكر. هتديها طعم حلو، وكمان لما تيجي تاكليها كده من غير حشوة هتبقى جميلة. معايا معلقة ممسوحة من البيكنج باودر او نص معلقة هرمية. بالنسبة بقى للمادة الدهنية، معايا كوباية الشاي العادية كده ملياها من الزيت النباتي، 3/4 كوباية من السمنة، ويفضل تكون سمنة بلدي. يعني لو موجودة، مفيش هنحط سمنة نباتي عادي، مفيش اي مشكلة. دلوقتي بقى في المرحلة ديت يعني بنبتدي بقى ان احنا نبس الدقيق بالمادة الدهنية. اهم حاجة في القرص الفلاحي اللي هي مرحلة البس ديت، بتبسيها كويس زي الكحك كده بالظبط. يعني مش بتاخد كمية، يعني مش بتاخد وقت كتير زي الكحك، بس لازم تدخلي كده السمنة والزيت في قلب الدقيق. ممكن كمان تحط الكمية كلها تحطيها سمنة، وممكن تحطيها زيت، يعني على حسب المتاح عندك والموجود. بس انا بقولك كده يعني اللي هتطلع معاكي احسن نتيجة. بس هنا بالشكل دوت بقى هنحط كل المكونات اللي احنا حطيناها على بعض. اللبن الرايب اللي هو الزبادي واللبن والسكر والبيكنج باودر والخميرة، هقلبهم مع بعض كده. وهكمل عجن بقى بمية دافية. ممكن تكملي عجن باللبن لو متاح عندك يعني، بس احنا حطينا لها لبن رايب فمفيش اي مشكلة ان احنا نكمل بمية دافية. هكمل بقى عجن بالشكل دوت. العجينة بتاعتنا عاوزينها تكون طرية جدا، تكون طرية معاكي وما تكونش بتلزق. شكل العجينة بدأ يبان معانا اهوت. عجينة القرص الفلاح الطرية بتكون العجينة بتاعتها طرية بالشكل ده، يعني بتكون زي حتة الملبن كده طرية في ايدك. ما تيجي تقطعيها بتتقطع معاكي بالشكل ده وتكون طرية ومش بتلزق في الايد. هدخلها بقى تخمر يعني حوالي ساعة كده في الشتاء اللي احنا فيه دوت، وهتطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. هطلع بقى اهبط الخميرة اللي فيها واخدها بقى اقطع بالشكل ده. انا بقطع بالطريقة ديت بتكون معايا اسهل، وكمان بتطلع كل القطع قد بعضها. بستخدمها الطريقة ديت في كل المخبوزات، سواء كان فينو او قرص او كايزر او اي حاجة. باخد كل كورة من اللي انا عملتها وابتدي ان انا اطبقها بالشكل ده. هتساعدك ان القرص تطلع يعني الحروف بتاعتها متساوية ويكون شكلها حلو، وكمان هتفرغ القلب بتاعها من جوه، هيديك كده قلب طري جميل زي اللي بتجيبيها من بره. على ما بخلص تقطيع كام واحدة كده برصهم في قلب الصينية اللي انا حطاها مش مدهونة اي مادة دهنية. وحاولي بقى تسيبي كده بين كل واحدة والتانية، هتسيبي مكان كبير علشان لسه القرص هتتفرد. القرص الفلاح الطرية بنفردها بيكون السمك بتاعها رفيع جدا. هوريكي دلوقتي السمك بتاعها. على ما بخلص تقطيع في الصاج بيكون العجينة استريحت وهتتفرد معايا بكل سهولة. يعني ما تفرديهاش، ما تحاوليش تفرديها بعد ما بتقطعيها على طول. بتسيبيها تستريح كده على ما بتخلصي الصينية كلها، وبعدين تبتدي بقى ان انت تفردي من اول واحدة عملتيها.
السمك اللي انا عاوزاه يكون سمك رفيع بالشكل ده. لسه القرص هتخمر معانا، وكمان هتبتدي الحجم بتاعها بيتضاعف في الفرن كمان. هخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة. اتمنى بقى ان انت تجربي الوصفة بنفس الطريقة. خلصناها بالشكل دوت، هنسيبها بقى لحد لما تخمر والحجم بتاعها يتضاعف. هسخن الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. بتبقى بتستوي على درجة حرارة عالية، وبعدين بتلاقيها احمرت من تحت. بتشغلي الشواية من فوق يدوبك دقيقتين، هتلاقي الوش بتاعها استوى وهتطلع معاكي بالشكل ده. اول ما تطلع على طول بنغطيها عشان تفضل طرية معاكي. بعد ما بتبتدي تبرد معاكي، ممكن تحطيها في اكياس وتحتفظيها في قلب الفريزر وتطلعيها في اي وقت. جميلة قوي في الفطار وعلى العشاء وفي اي وقت بين الوجبات كمان بالنسبة للاطفال، مع كوباية شاي بقى. وادعيلي كده واكتبيلي كومنت حلو من عندك. استنيني بقى الفيديو الجاي، فيديو جميل جدا.